السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم الكابوريا المقلية. مقلية؟ ايوه مقلية، جربيها مش هتندمي خالص. وتحدي، هنعمل الكابوريا المقلية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. سمعنا عن المشوية، سمعنا عن المسلوقة، سمعنا عن المخلية، سمعنا اللي هي في الفرن، بس ما سمعناش خالص عن المقلية. المقلية محدش يعرفها كتير الا الدميطة والبورسعيدية. يلا بينا هنعملها مع بعض، ونعمل جنبها حبة صوص كده حلوين يمشوا مع الكابوريا. يلا بينا هنمشي خطوة خطوة، وسهلة وبسيطة جدا. هنقول بسم الله. عندي هنا كيلو كابوريا او الكمية اللي انت عايزاها، بس اهم حاجة الكابوريا حلاوتها المقلية في الدكورة. بتنقي الدكورة اللي هي قلبها مثلث كده، بتقلبي ظهرها بتلاقي ظهرها بتاعها مثلث، مش بيض مش دايرة. تمام، الدايرة ديت اللي هي النتي، لكن الدكورة اللي هي عاملة المثلث بتجيبيها وبتنقيها، بس بتنقي التقيلة ما بتنقيش الخفيفة. هنمشي بقى كده خطوة خطوة مع بعض، وهنشوف هنفتح قلبها ازاي. تحت الحنفية كده انا شلت الصدفة، وبشيل القشور اللي هي بتبقى جوه دي وهي تحت الحنفية كده، عشان لو في رمل او اي حاجة. التنظيف بتاعها سهل جدا وبسيط جدا. انا بعد ما شلت الصدفة وشلت القشور، ببدأ ان انا اقلب ظهرها واشيل الحتة اللي هي المثلثة دي، واقسمها نصين. هتتقسم معاكي بكل سهولة. هوريكم واحدة واتنين كمان. بشيل الظهر سهل جدا، بشيل القشور. الكابوريا دي رجلها كبيرة جدا، فانا عشان بتقليها في زيت كتير فانا حاطة حلة صغيرة، فانا كسرت الرجلين وقلت هعملها لوحدها. عايزة اقول لكم ان الرجل اتاكلت قبل الكابوريا. زي ما قلت لكم كده، بتشيلي الصدفة وبتشيلي المثلث ده. بصوا الاسود ده بتشيليه خالص تحت المية كده، بتنضفيه. والكابوريا بتنقيها التقيلة، ما تنقيش الخفيفة. بتشيلي الواحدة كده بتلاقيها تقيلة، دي اللي بتبقى حلوة فيها لحم كتير. وهي بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا وفيها لحم. بنشيل المثلث كده. تمام، خلي بالك تحت المثلث ده بيبقى فيه رمل ناعم. وهنشيل الصدفة. وبعد ما نشيل الصدفة هنشيل القشور اللي هي لونها الرمادي دي، بنشيلها كده. وبعدين نبدأ نكسرها نصين، ونغسلها بقى واحدة واحدة ونخليها زي الفل، ونتأكد ان ما فيهاش رمل خالص. هنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. الخطوة التانية ان انا عندي نص كوباية دقيق على نص كوباية نشا. نص كوباية دقيق على نص كوباية نشا. تمام، معانا هنا بيضتين بتحطهم على الدقيق والنشا. نص كوباية دقيق، نص كوباية نشا، بيضتين، ملح وفلفل. حطيت الفلفل وهحط الملح وكمون. هنحط بابريكا، وهنحط توم باودر. انا نخلته كده في المصفى، انا بحطه عشان كان فيه كتل كده، فانا حبيت اعمله بالمصفى. وهقلبهم مع بعض، وهننزل بالميه. هننزل كده بالميه لحد ما تبقى عجينه، لا هي سايله قوي ولا هتخينه قوي. هننزل كده واحده بواحده واحنا بنقلب. بالمضرب كده عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. هنحط بقى رشه كركم عشان يبقى لونه اصفر حلو كده زي بتاع المطاعم، ونقلبه. عندي الكابوريا اهيت، شايفين غسلتها خلتها زي الفل. وعندي هنا الرجول
اهي الرجول كبيره جدا زي ما انا بوريها لكم كده، فانا هقليها لوحدها. عايزه اقول لكم ان الرجول دي اتاكلت قبل الكابوريا، كانت كلها لحم. هنبدا بقى ناخد الكابوريا كده وهننزلها في الخلطه دي، وهنسيب الخليط دوت كده حوالي نص ساعه. مش هحط الرجول دلوقتي، هخليها بعد ما اخد الكابوريا. هسيبها كده، هخلطها مع بعض وهسيبها كده نص ساعة، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. انا سبتها نص ساعة، فانا هعمل جنبها صوص كده بيبقى حلو قوي ماشي مع الكابوريا. هي بصوا انا زودت المقادير شوية عشان كنت عاملة كمية كبيرة، فانتي حطي معلقة سكر، معلقة ملح، تمام، معلقة سكر ومعلقة ملح، معلقة فلفل، سكر وملح، ايوه سكر وملح. بس خلي المعالق يعني تقريبا واحدة، تسوية واحدة، يعني ما تكتريش الملح تعمليه هرم والسكر ممسوح، لا هيبقى حادق جدا. كل معلقة اللي هي بتاعت الأكل ممسوحة، معلقة سكر ممسوحة، معلقة ملح ممسوحة، معلقة فلفل ممسوحة، عليها عصرة ليمونة كبيرة، عصرة ليمونة كبيرة. أنا كده عصرت الليمون، بس كان في بذر فحاولت أشيله. عندي بقى قرن فلفل حامي، احمر اخضر زي ما انت عايزه، قرن فلفل حامي، وبالمقص كده بقصه حتت على التوابل دي. هننزل بربع كوبايه ميه. هنقلب بقى الخلطه دي حلوه قوي قوي، ورشه كزبره. هنقلبها حلوه قوي قوي وهنسيبها كده على جنب بقى لما نقلي الكابوريا. بتغطسي الكابوريا فيها وبتاكليها بتبقى حلوه قوي. معلقه سكر ممسوحه، معلقه ملح ممسوحه، معلقه فلفل ممسوحه، وليمونه وقرن فلفل ورشه كزبره. هنا بقى هجيب طبق فيه دقيق، نص كوباية دقيق أو كوباية دقيق، عليه كمون وشطة وملح وفلفل، وهقلبهم حلو قوي، وهنشوف هنعمل ايه بقى في الكابوريا. هجيب بقى الكابوريا بعد ما سبتها نص ساعة، هغطسها في الدقيق، لازم تتغلف كلها دقيق، غلفيها كلها دقيق، الرجول باللحم بكله غلفها دقيق، تمام. وهسيبها كده. عايزة اقول لكم ان هي مقرمشة جدا وطعمها روعة، جربوها مش هتندموا، ان شاء الله تجربوها في 2 بس. غطيها خالص بالدقيق كده، ما تخليش فيها حاجة مكشوفة. خلاص كده انا غلفتها كلها بالدقيق، وحطيت الرجول في الخلطة دي لحد ما اعمل الكابوريا. عندي بقى حلة كده صغيرة على النار فيها زيت، بس اتأكدي ان هي هتغطي الكابوريا. انا حاطة حلة صغيرة عشان يبقى الزيت فيها كتير، فهي الحلة ما اخدتش الا 2، هقلي 2 ب2 بقى. بتحطيها كده، بس اتأكدي ان هي متغلفة بالدقيق، وتقومي حطها في الزيت سخن، اكنك بتقلي سمك بالظبط، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. وبقليها على عين الصغيرة، بطلعها على مصفى زي ما انتوا شايفين كده، لونها ذهبي، ما بتاخدش اي وقت، اكنك بتقلي سردين سمك مقلي، ما بتاخدش اي وقت. بقلي انا، والدولت اللي طلعتهم الاتنين اللي انا حطيتهم، وحطيت 2 مكانهم، وهنخلص الكمية ونشوف الكمية مع بعض. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك، اشتراك لو عجبك الفيديو. وكده خلاص، زي ما انتوا شايفين كده انا قليت الكابوريا، والصوص اهوت جنبها بيبقى طعمه حلو قوي. وعندنا الرجل الكابوريا، تمام.
يا رب الفيديو يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيه، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك للقناة وتدعميني وتشجعيني، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وتجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم. والسلام.